بما انه رمضان على الابواب، اليوم غنشارك معكم العجينه ديال الكيش او العجين مكسر بدون زبده. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش مع الزبده او عندهم حساسيه من الزبده، هذه الطريقه سهله وناجحه. وغنحتاج في المكونات 3 الكيسان ديال الدقيق الابيض، شويه ديال الملحه كتبقى على حسب الذوق، راس معلقه صغيره من الخميره، وتقدروا تنسموا باي حاجه بغيتو. بالنسبه لي انا ضفت هنا شويه ديال المعدنوس مجفف، كاس مع مرج ديال الزيت، وكنبسبس مزيان هاد الدقيق مع جميع هاد العناصر ومع الزيت، ونخلي الدقيق يتلبس مزيان بالزيت حتى يولي مرمل على هاد الشكل. من بعد كنزيد بيضه واحده، كنبدا نجمع في العجين بهاد الطريقه بلا ما ندلكو العجين، وكنضيف نص كاس ديال الماء بالتدريج وانا كنجمع في العجين. تقدروا تحتاجوا نصف كاس كامل ديال الماء او اقل، العجين خاصو يكون قاصح. وحاولوا ما تدلكوش العجين حيت هو عجين مكسر، كنجمعوه غير باطراف الاصابع حتى نحصلوا على العجين او القوام المطلوب. وهنا كنوريكم بلي خدا لي العجين نصف كاس من الماء فقط اللي احتاجيت في هذا العجين او في هذه النسبه ديال الدقيق اللي استعملت معكم. وبالنسبه للمكونات غتلقاوها مكتوبه اسفل الفيديو. وهنا غنبدا نقطع في العجين على شكل قطع، ونبدا نستعمل المدلك باش نسرحها. نحاول انني نسرحها ما تكونش رقيقه بزاف. غتشوفوا معايا الطريقه بالتفصيل من خلال الفيديو. بالنسبه لهذا العجين فهو ما كيحتاج نهائيا انكم تخليوه يرتاح، مباشره تقدروا تخدموا به. وهنا قطعتهم على شكل دوائر. وغناخذ ليمول ديال الكيش وغادي نوضعهم في ليمول بهذه الطريقه. حاولوا انكم تضغطوا مزيان باش ياخذ الشكل ديال ليمول. من بعد كنثقبهم مزيان، عاد كندخلهم الفران اللي سخنته من قبل على 180 درجه. كتكون الحراره ناقصه، فقط كيطيبوا على 180 درجه، غير كيتشمعوا واحد شويه، يعني نص طيبه، ما كنخليهمش يتحمروا نهائيا كيف ما غتشوفوا معايا في الفيديو. وبالنسبه لها الطريقه اللي بدون زبده صراحه كتجي حتى هي زوينه، ما كاينش فرق كبير بينها وبين لاباط اللي كنصوبوها بالزبده، فقط اختلاف بسيط، ولكن حتى هي كتجي مقرمشه ولذيذه مع جميع الحشوات سواء في المالح او الحلو. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون عجباتكم، ان شاء الله تجربوها. وهنا كنت عمرتها، بغيت نوريكم الشكل كيفاش جاتني من بعد ما عمرتها بهذه الحشوه. اذا بغيتوا مزيد من وصفات او حشوات اقتراحات فكتبوها لي في التعليقات. وبصحه وراحه، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده.